السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اعز الإسلام والمسلمين في كل مكان وفي كل حين. اللهم ارفع راية الإسلام وراية الدين، اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان، آمين يا رب العالمين. كل سنة وحضراتكم طيبين، كل عام وانتم بخير وانتم بصحة وسعادة، ويا رب يعيد الأيام كلها عليكم بخير، اللهم آمين يا رب العالمين. النهاردة هنعمل مع بعض وجبة متكاملة، فطار حلو جدا وسهل جدا وسريع جدا في رمضان. وجبة يعني اقولك ازاي على شوية تريكات كده تخلي الفراخ المشوية بتاعتك بطعم ومذاق جميل جدا. وان شاء الله هقولك على تتبيلة بإذن الله تعتمديها بإذن الله في كل وصفاتك في الفراخ المشوية بإذن الله. الوصفة دي سهلة جدا و فطار كامل متكامل، يعني بروتين ونشويات وخضار. يلا مع بعض نبتدي الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه انا قمت الصبح بدري، طلعت الفراخ بتاعتي، او مثلا بعد السحور بعد ما تتسحري بامر الله تروحي جايه مطلعه الفراخ بتاعتك تفك، تاخد وقتها كده في الفك بالراحه. واول ما تصحي من النوم تبتدي بقى تتبلي. طب انا تبلتها بايه؟ انا جبت تتبيله طماطم، وجبت بصلايه وفصين توم، ولو عايزه تحطي قرن فلفل سبايسي كمان بيبقى جميل جدا. وتضربيهم ضربه صغيره في الكبه، مش عايزاهم يبقوا ناعمين قوي، لا انا عايزاهم يبقوا ايه مجروشين، او تبشريهم بالمبشره. تمام. هجيبهم بقى احط عليهم بقى عصره ليمونه، وهنزل بشويه فلفل اسود، شويه كاري، و والملح بتاعنا، وممكن تحطي اي بهارات تانية انت تحبيها. في بقى انا كنت عامله خلطه، ان شاء الله الفيديو الجاي ان شاء الله هينزل آه بهارات كبسه وتتبيلات فراخ، ممكن تاخدي معلقه واحده بس منها على الخلطه ديت. ان شاء الله الفيديو لما ينزل هبقى اسيبه لكم في صندوق الوصف. هو جاهز معايا ان شاء الله، بس عشان انا كنت تعبانه الايام اللي فاتت فعشان كده اتاخرت في نزوله. بصي بقى هناخد بقى التتبيله دي كلها اديها تقليبه حلوه، واجيب بقى الفراخ بتاعتي بعد ما غسلتها. انا طبعا الفيديو ديت كنت مجهزاها معاكم في فيديو تفريزات الفراخ، ان شاء الله اسيبه لكم برده اللينك في صندوق الوصف، او في شاشات النهايات. فانا غسلتها بقى كويس، وبعد ما غسلتها اخدت بقى تحت الجلد بتاعها، حشيته بالتتبيله بتاعتنا الجميله دي، وباقي التتبيله اروح جايه منزلاها على الفراخ ايه من فوق كده. طب التتبيله دي تحطي فيها بهارات ايه تاني؟ بصي اي بهارات انت حباها بقى، جنزبيل، قرفه، آه عايزه تحطي مثلا كاري، بس انا استكفيت بالكركم والفلفل الاسود والملح، عشان انا عايزه احس بطعم الفراخ. بصي بقى هحط بقيه التتبيله عليها ويديها تقليبه كويسه كده، واحطها بقى في التلاجة لغايه مثلا ايه، يعني انا الكلام ده ممكن تعمليه مثلا على الساعه 11 الصبح، على ابتدي بيها على قبل العصر كده بساعه، ابتدي بقى احطها ابتدي ارصها عشان احطها في الفرن. طيب انا هعمل ايه تحتيها؟ انا قلت يعني اضرب عصفورين بحجر، فانا هعمل الخضار مع الفراخ الاتنين في صينيه واحده، بدل ما اعمل الخضار لوحده والفراخ لوحدها. فكده الخضار هياخد معايا من تتبيله الفراخ، هيشرب معايا من طعم الفراخ والدهون اللي بتبقى نازله من الفراخ هتنزل على الخضار، هيطعمه هيبقى في حته تانية خالص، عكس ما انا اعمل ايه الخضار في صينيه لوحدها. طيب انا حطيت خضار ايه بقى؟ انا حطيت بطاطس وجزر وفلفل وكوسه. بصي اي خضار تحبيه حطيه، الخضار ده عايزه اقولك بيبقى طعمه جميل جدا، وكله فوائد طبعا للاولاد،
وبروتين، يعني بروتين وفوائد، حاجة عظيمة يعني. بصي بقى بحط بقى بصل كده بقطعه ايه حلقات او جوليان زي ما انت عايزة، وقطعي بقى الخضار اللي انت تحبيه كله. انا بقى قلت لك على الخضار اللي انا قطعته، يعني قطعت فلفل رومي، عايزه احط عليه فلفل الوان كمان برضو حطي. بصي يعني اعتبر ايه لمي الخضار اللي انت عاجباه. يعني انت مش عاجبك الكوسه ما تحطيش كوسه، مش عاجبك بطاطس ما تحطيش. عامل شبه التورلي، يعني هو مش تورلي بس هي ايه مقرب للتورلي يعني. آه بعد كده بقى هاخد بقى الفراخ ارصها كده على الوش، وحابه بقى تدخلي في الصينيه دي على طول برضو في الفرن. داخلي حابه تعملي الخطوه دي بدري شويه وتسيبي التتبيله دي تنزل على الخضار، تمام، مش هيبقى فيه اي مشكله. بصي بقى بقيه التتبيله بنزلها. انا الخضار لما خرطته يعني قطعته قطع، انا ما حطيتش عليه ملح ولا حاجه، لان الملح والتتبيله بتاعت الفراخ هتنزل عليه، فهيبقى مذاقه حلو جدا، فهو مش محتاج اي ملح. الخطوه اللي بعد كده بقى نعمل فيها ايه؟ الرز. الرز هعمل رز يعني رز اصفر كده، هو مصري. لو انت حابه تعمليه رز بسمتي، بتجيبي رز بسمتي بتغسليه وتنقعيه شويه صغيرين كده، وبعد كده تبتدي تشتغلي فيه عادي. طيب الرز المصري لا، بتغسليه وتشتغلي بيه على طول، تمام. طب في ايه تاني؟ الرز المصري قدام كل كوبايه رز بتحطي كوبايه ميه. رز البسمتي لو حابه تعملي رز بسمتي، قدام كل كوبايه رز بسمتي تحطي كوبايه ونص ميه لكوبايتين، تمام، حسب درجة الرز وحسب نوعه. انا عملت ايه؟ انا نزلت بالمادة الدهنية بتاعتي، اول ما ساحت معايا آه ويعني اتقدحت يعني وسخنت، فنزلت بالبهارات. البهارات اللي هي بهارات الكبسة، لو حابة تجيبي كبسة جاهزة، بهارات الكبسة اللي هي الويلز دي الجاهزة، ممكن تحطي يعني معلقتين تلاتة كده منه. طب مش حابة، يبقى نعمل ايه؟ نحطي كاري، حطي كركم، بحط قرفة. ما عندكيش قرفة عادي نحط قرفة بودر، يعني ربع معلقة صغيرة كده. حطي ورق حطي لومي، حطي ورق لوري، حطي قرنفل، حطي حبهان. الحاجات دي كلها بتخلي الرز في حتة تانية خالص. طبعا لو انت مبتدئة هتحطي المية بتاعت الرز سخنة بتغلي. طيب لو انا مش مبتدئة، لا عيشي حياتك، حطي مية عادي، يعني انا بحط مية فترة من الحنفية. لو انت بتخافي من الرز يعجن منك، يبقى حطي المية بتغلي. طب انا عايزه احط ميه عاديه، بس انا برضو خايفه يعجن مني. يبقى بصي تحطي الميه وتخلي النار اعلى نار عندك على البوتاجاز، تخليها تحت الرز، علي النار على الاخر، وخلي الرز اول ما يتشرب تديله تقليبه وتوطي على النار. بس كده هيبقى يطلع معاكي تحفه، وهيبقى طلع زي ما كده طعمه حلو جدا ان شاء الله. طبعا بعد ما حطينا البهارات وحطينا الرز بتاعنا، ادينا له تقليبه كده تشويحه مع البهارات لغايه كوباية لما مية. يعني بعد دقيقه المهم كده بقى دقيقتين الفراخ بتاعتنا ندوه تشويحه حلوه مع دخلناها البهارات. الفرن. وبعد كده بصي نحط الميه بويت بتاعتنا زي المية ما في قلت لك، الفرن كل كوبايه عشان ما رز. تضطريش تفتحي عليها الشواية. متخليش وشها نشف، يعني اول ما تحس ان وشها نشف، ابتدي هاتي الفرشه بتاعتك وخدي من الصوص اللي تحتيها ودهني وشها تاني. عايزه اقول لك عقبال ما هي تستوي هيكون وشها احمر بالشكل اللي انت شفتيه ده. خلاص كده اكلنا خلاص. هنغرفه بقى مع بعض. سفرة رمضانية جميلة جدا، اتمنى انها تكون عجبتكم. آه عملنا كده وجبة متكاملة. ولما احسن حاجة لما تيجي تعملي مثلا ممكن تكتري اكل شوية، بحيث ان يكفي عليكي يكفيكي يومين. آه لو انت بتحب الاكل البيت يعني، احسن من وقفتك في المطبخ آه كل يوم كل يوم. كده يبقى عندك وقت تستغفري فيه، تقري قرآن. انتوا عارفين الوقت رمضان وقت ثمين جدا، وان رمضان بيجري جدا جدا جدا. ضيف خفيف جدا، فممكن نستغل فرصتنا اللي احنا نقدر مثلا نقرا شوية قرآن، نقرا نعمل أذكار، نسبح، نستغفر، أي حاجة من الحاجات دي، بحيث ان احنا نكسبه ثواب رمضان، ومنكونش ضيعنا كل وقتنا في المطبخ. آم، في انا كده بغرف معاكم الأكل. خلي بقى اكلك شكله حلو، وحطي طبقك بقى كده جبن متكامل قدام اولادك. الرز مع الخضار بتاعه، مع قطعة الفراخ بتاعتهم، وبكده هتكوني قدمت لهم وجبة متكاملة من جميع العناصر، نشويات وبروتين وخضار، مع طبق سلطة بقى، مع بتحطي طحينة. شوفي ايه اللي بيبقى ناقصك اعمليه.
اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا منه. وكده هنغرف بقى الاكل خلاص، وكان وقت الفطار. كل عام وحضراتكم بخير، كل عام وانتم الى الله اقرب. اتمنى الفيديو يكون عجبكم. ان شاء الله هنعمل مع بعض عصاير رمضان، وان شاء الله هنعمل مع بعض اكلات كتيره جدا في رمضان. انتظروني في فيديو قادم باذن الله. دمت في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.